هحكي لكم النهارده قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف طبعا ابن سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب اتجوز 2. واحدة خلف منها سيدنا يعقوب وأخوه بنيامين أو بنجامين، والتانية خلف منها 11 ولد. سيدنا يوسف كان أحب واحد إلى والده سيدنا يعقوب، كان أحسنهم خلقا، وكان جميل جدا، كان مقرب جدا لوالده. فاخواته ال11 كانوا بيغيروا منه، فبيقولوا اشمعنى يوسف واخوه احبوا الى ابينا منا، ليه هما قريبين من ابونا عنا. فسيدنا يوسف في يوم جه حلم بحلم برؤية، شاف الشمس والقمر بيسجدوا له، بيسجدوا، لقى 11 كوكبا. شاف 11 كوكب في يوم سيدنا يوسف، شاف رؤية، شاف 11 كوكب بيسجدوله والشمس والقمر كل دول بيسجدوله. فراح قال لسيدنا يعقوب وحكاله الرؤية دي، قال له يا ابني ما تحكيش الرؤية دي قدام اخواتك علشان ما لا يكيدوا لك كيدا، يعني ما يتغاظوش منك، ما يغيروش منك. بس هم سمعوا بالرؤية دي وازداد حقدهم لسيدنا يوسف اكتر. قعدوا مع بعض، اتفقوا مع بعض، واحد منهم قال احنا لازم نقتل يوسف، لازم نقتله. واحد تاني قال لو انتوا عايزين تعملوا كده ما تقتلوهوش، ارموه في البير، احنا نحدفه في البير، واي حد معدي يقوم واخده من البير، وبكده يبعد عننا وفي نفس الوقت ما نموتهوش. فاتفقوا كلهم على الرأي ده. ففي يوم كانوا قالوا لابوهم يا ابانا احنا هنروح نرعى الغنم، انت ليه مش بتجيب يوسف معانا؟ هاتوا معانا. فسيدنا يعقوب قال لهم انا خايف يجي معاكم تنشغلوا عنه والذئب ياكله، الديب ياكله وانتوا منشغلين عنه. قالوا له ازاي هننشغل عنه ونحن عصبة، احنا كتير، عمر الذئب هيجي ياخده مننا واحنا كتير حواليه. فسيدنا يوسف قال لهم ماشي خدوه بس خلي بالكم منه. فمشيوا وخلاص بقى نووا اللي في نيتهم ان هم يعملوه، خلاص عزموا ان هم يعملوه. خدوه ورموه في البير، وجم على قميصه بدم كذب، يعني حطوا دم كذب على قميصه مش دمه، لطخوا قميصه وراحوا لسيدنا يعقوب، وقاعدين بقى يعيطوا ويمثلوا على والدهم ان الديب كله، وحتى القميص بتاعه اهو ودمه عليه. سيدنا يعقوب انهار طبعا، وفضل يعيط عياط يعني حزنا على فراقه، لدرجة ان هو ابيضت عينيه، يعني ما بقاش يشوف من كتر البكا اللي بكاه على سيدنا يوسف. طيب سيدنا يوسف دلوقتي في البير، في جماعة كانوا معديين فوقفوا عند البير علشان يجيبوا مية ويشربوا، فنزلوا الدلو بتاعهم. فلما نزلوا الدلو بتاعهم هو اتمسك بالجردل ده وطلع معيهم. بعد كده لقوا الولد ده واعجبوا بشكله جدا، قالوا احنا ناخده وننزل بيه مصر ونبيعه هناك في سوق العبيد. فخدوه فعلا وراحوا واشتراه هناك التاجر بتاع العبيد بدراهم بسيطة جدا، يعني سبحان الله. بعد كده عزيز مصر ده اللي هو زي وزير المالية دلوقتي، ده ما كانش بيخلف، يعني سبحان الله شوفوا تدابير ربنا، ده ما كانش بيخلف. فراح شاف الولد ده واعجب بيه جدا لجماله، قالوا احنا ناخده كولد وناخده ان هو يساعدنا كمان في البيت. خدوه فعلا، وكانت فرصة كويسة أوي لسيدنا يوسف وبقى مبسوط أوي بيها، فاتربى في القصر عنده
ولما كبر وازداد جمال مرات العزيز أعجبت بسيدنا يوسف جدا، يعني اتفتنت بيه. وكانت بتغويه بقى بكل حاجة، كان نفسها ان هو يستجيب لها، بس هو ما استجابش. لما ذاع بقى في المدينة وانتشر خبر ان امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبه، يعني هي بتراوده وهي حبته. فعملت ايه؟ جابت النساء اللي هم اتكلموا اللي هم قالوا الكلام ده، وقعدتهم في أوضة، وجابت لهم تفاحة وسكينة، تمام، لكل واحدة تفاحة وسكينة، وطلبت من سيدنا يوسف يدخل عليهم علشان يشوفوه. من كتر جمال سيدنا يوسف النساء دي قطعت أيديهن، قطعوا ايديهم وهم بيبصوا على سيدنا يوسف من كتر جماله. قطعوا ايديهم وقالوا ده مش بشر، ده ملاك. فامرأة العزيز قالت بقى علشان تصدقوني، وخدته في مرة دخلته أوضة وقفلت الأبواب وقالت هيت لك أنا ليك. سيدنا يوسف رفض، وهي ما زالت وأصرت على العمل اللي هي بتعمله، وهو كان هيستجيب ليها لولا أن رأى برهان ربنا عايز يحفظه، وراله برهان علشان يفوقه، علشان ما يستجيبش ليها، عشان ربنا بيحفظ عباده الصالحين، وكذلك ننجي عباد الصالحين. وهي قالت له لو ما عملتش اللي أنا عايزاه أنا هدخلك السجن. رد عليها وقال السجن أحب إلي مما تدعوني ليه، السجن بالنسبة لي أحسن بكتير من اللي انت عايزاني أعمله. فعلا العزيز بقى عزيز مصر لما جه، هي بقى قعدت تعيط وتقول ده هو كان عايز يتهجم عليا، ده هو كان عايز يعني يعمل حاجة فيا والكلام ده، وقعدت تعيط. فسبحان الله كان في ولد صغير في البيت عندهم، ابن خادمة يعني او كده، فنطق عيل رضيع يعني ما بيتكلمش، ولد بيرضع ما بيتكلمش، نطق وقال لو كان قميصه كد من دبر، يعني لو كان قميصه اتقطع من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، ولو كان قميصه اتقطع من ورا فكذبت وهو من الصادقين. يعني سبحان الله ما قالش بقى ان سيدنا يوسف هو مظلوم وهي اللي غلطانة، لا، ادى علامات عشان يأكد الكلام واللي قدامه يصدقه. فلما عزيز مصر شاف ان قميصه مقطوع من ورا طبعا عرف ان سيدنا يوسف مظلوم وهي اللي كدابة، بس علشان يحفظ شكله ألقى سيدنا يوسف في السجن. وهو في السجن كان معاه ولدين، كان معاه يعني 2 شباب، يعني الاتنين كل واحد حلم فيهم حلم. واحد حلم ان هو مصلوب متعلق وعلى راسه خبز وبياكل منه الطير، والتاني حلم ان هو بيسقي الملك بتاعه خمر. قالوا له احنا نراك من المحسنين، قول لنا ايه اللي انت شايفه من او ايه تفسير الرؤية دي. فقال اللي هيتصلب ده هيموت، هيتحكم عليه بالإعدام وهيموت، والتاني اللي بيسقي ربه خمر أو اللي بيسقي الملك بتاعه خمر ده هيطلع من السجن ويشتغل عند الملك. ففعلا اللي قاله اتنفذ، وفعلا اللي قاله اتنفذ. طيب التاني اللي طلع، اللي نجا من السجن وطلع، سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك. يعني ايه؟ يعني قول احكي للملك بتاعك عني، تمام. فمشي، بس هو غلطان في الحتة دي، يعني حتى ربنا يعني هو هفوة كده يعني جت عليه، يعني كده وسوسة شيطان او غلطة يعني كده جت عليه، وحتى ربنا اداله كمان يعني اتحكم عليه بسنين سجن تاني، تمام. وبعد شوية الملك حلم ايه؟ ان عنده 7 بقرات سمان، 7 بقرات كده عفر،
و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. 7 سنابل بتوع القمح، 7 خضر و7 ناشفين. يأكلهن 7 بقرات عجاف ضعاف، يعني 7 بقرات ضعاف بياكلوا 7 بقرات سمان تخان. اتجنن بقى بالرؤية دي، قال للعرافين اللي عنده معرفوش، وقالوا دي أضغاث أحلام، يعني دي ايه، وساوس شيطان كده وتفسير ملهاش تفسير. برضو الملك مسكتش وقعد يلف ويسأل على تفسير الرؤية دي، لحد ما الخادم بتاعه ده قاله على سيدنا يوسف، وقال ان هو فسر الرؤية اللي هو شافها وفعلا طلعت حقيقة واتحققت. قال له طيب هاتولي يوسف ده. سيدنا يوسف جابوه من السجن وقال له انت ايه قصتك. الملك قال لسيدنا يوسف انت ايه قصتك. حكى له سيدنا يوسف القصة كلها، تمام، واللي حصل كله وامرأة العزيز والكلام من ده. قال له طيب هاتلي النساء دول. فلما سيدنا يوسف راح للملك قال له انت ايه قصتك، وحكى له قصة امرأة العزيز والكلام من ده والنساء. فالملك امر يجيب النساء دول ويجيب امرأة العزيز، تمام، بعد ما قضى الفترة دي كلها في السجن والكلام ده كله. طيب الملك قال لهم انتوا ايه حكايتكم. امرأة العزيز نطقت بالحق، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أنا اللي غويته وهو اللي بيقوله ده صادق فيه. طبعا أمر إن هو يطلع يعني سيدنا يوسف من السجن، واتقرب من الملك جدا. فسيدنا يوسف طلب من الملك طيب طلعوا الملك امر ان سيدنا يوسف طبعا يطلع من السجن على طول، وقال له الرؤيا بتاعته اللي هما 7 بقرات عجاف يأكل 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وآخر سنبلات خضر و7 سنبلات خضر وآخر يابسات. قال له ايه بقى سيدنا يوسف، قال له هيجي 7 سنين خير جدا، ويعني الخير والمحصول هيبقى مغرقنا ومغرق مصر كلها، وبعدهم على طول هيجي 7 سنين عجاف. 7 سنين يعني هيبقى فيه قحط ومش هيبقى فيه اي حبوب ولا اي حاجة. فطبعا الملك ذهل جدا من التفسير اللي قاله سيدنا يوسف. بعد كده سيدنا يوسف طلب من الملك، قال له اجعلني على خزائن الارض، اجعلني انا المسؤول عن الخزاين والحاجات دي. فقال له تمام ماشي، وفعلا بقى هو اللي مسؤول عن الخزينة كلها. طيب في خلال ال7 سنين اللي هم اللي فيهم خير كتير، كان سيدنا يوسف بيخزن الحبوب والسنابل بحالها كده، بيشيلها يعني بحالها، تمام. في ال7 سنين بقى العجاف كانت الناس كلها من كل حتة بتجيله علشان ياخدوا منه الطعام، لان ما كانش فيه، كان 7 سنين فعلا عجاف جدا، ما كانش فيه في اي حد، الارض كلها ما كانش فيها خير. سيدنا يوسف بس هو اللي شال المحصول، فهو اللي كان بيوزع للناس. طيب من ضمن اللي جوله كان مين؟ اخوات سيدنا يوسف ال11 اخ، راحوا له هناك علشان ياخدوا منه الطعام. سيدنا يوسف عرفهم وعرف ان دول اخواته، بس ما قالهمش. بس عمل ايه؟ حط الفلوس النقود بتاعتهم في الشويلة، تمام، في الشويلة بتاعت المحاصيل بتاعتهم، وقال لهم انتوا كده بس ولا ليكوا اخوات تاني؟ قالوا له لينا اخ تاني اللي هو اخوه شقيق، هو كان عايز يشوفه. فقال لهم انتوا لازم تيجوا بيه، لازم تجولي بيه، والا مش هديكوا تاني طعام. فخدوا قالوا له ماشي هنقنع والدنا بكده. خدوا الطعام بتاعهم ورجعوا، راحوا لابوهم وقالوا له على اللي حصل،
وان سيدنا يوسف طلب منهم ان هما يجيبوا اخوهم، يا اما مش هنجيب لكم طعام تاني. سيدنا يعقوب قال لهم انا هديهولكوا عشان تعملوا فيه زي اللي حصل في يوسف؟ لا. المهم قعدوا يقنعوه، واحنا مش قصدنا حاجة، ده احنا، هو طبعا ما يعرفش ان هم اللي موتوه، بس يعني عشان ما يضيعش منهم زي ما اخوه ضاع. قالوا له لا، احنا مش، احنا هنحافظ عليه، كان هو عزيز مصر، هو اللي طلب مننا كده، واحنا مش قصدنا حاجة، وهنحافظ عليه وعشان بس نرجع بيه الطعام بتاعنا. حتى بص، ده هو ادانا النقود بتاعتنا في الشويلة، في الحاجة بتاعتنا، رد إلينا نقودنا. قال لهم خلاص خدوه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وبس ما تخشوش من باب واحد، علشان انتوا كتير، ما تخشوش من باب واحد، خشوا من أبواب كتير. سيدنا يعقوب طبعا كان عنده حكمة، ربنا مديهاله، فعشان هما كتير كده يعني ايه ما يخشوش مع بعض، لا يخشوا كل واحد لوحده. وفعلا عملوا زي ما أمرهم أبوهم ودخلوا. سيدنا يوسف لما شاف أخوه عرفوا، وأخوه كمان بنيامين عرفوا، وقال له يعني حكى له اللي حصل والكلام من ده، بس قال له ما تقولش لاخواتك. طيب، وخلاص رجعوا، وهم راجعين الخادم بتاع سيدنا يوسف جالهم وقال إنكم لسارقون. سيدنا يوسف حط الكوباية بتاعت الملك، كوباية من ذهب، حطها في حاجتهم. فالخادم بتاع سيدنا يوسف جه نادى عليهم وهم في الطريق، قال لهم إنكم لسارقون، إنا نفقد صواع الملك. صواع الملك اللي هو الكاس ده بتاع الملك. دوروا في حاجتهم، لقوها في حاجة أخو سيدنا يوسف الشقيق اللي هو بنيامين. تمام. طيب هنعمل، اخوهم الكبير طلب من الخادم ده، قال له خد حد مننا مكانه، علشان هما واخدين عهد على ابوهم ان هما يرجعوا بيه سليم. قال له خد حد مننا مكانه. قال لهم لا، انا هاخد، انا اللي لقيت الصواع في حاجته. خدوا بنيامين. طيب اخوهم الكبير قال لهم ارجعوا انتوا، قولوا لوالدنا على اللي حصل، وانا هرجع تاني، يعني هروح تاني لعزيز مصر واستسمحه. طيب كل واحد راح في حتة، رجعوا لابوهم وحكاله اللي حصل، حكوله اللي حصل، وقال قادر ربنا يجيبني بيهم كلهم، وسلم امره لله. فرجعوا كلهم لسيدنا يوسف، وهم بقى مثقلين بالهم والغم. فسيدنا يوسف لما شافهم تاني قالوا له، هو قال لهم انا يوسف وده اخويا، ربنا من علينا تاني ان احنا نتقابل. فطبعا لما سمعوه قعدوا يعيطوا ويستسمحوا ان هو يسامحهم. وهم حكوا له بقى اللي حصل، وان سيدنا يعقوب فقد بصره من كتر العياط والحزن عليه. هو قال لهم، سيدنا يوسف قال لهم خدوا القميص بتاعي ده والقوه على وجه ابينا، حطوه على وش سيدنا يعقوب وهو هيفتح تاني، وتعالوا كلكم، هاتوا الاهل كلكم وتعالوا. فرجعوا، وهم راجعين سيدنا يعقوب قال للقوم بتوعه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أنا شامم ريحة ابني يوسف، حد يقول لي إيه اللي بيحصل. قالوا له ده أنت في ضلالك القديم، أنت لسه فاكر؟ وفعلا سبحان الله رجعوا وقالوا له احنا لقينا يوسف، وحطوا القميص على وشه، وفعلا رجع تاني بصيرا فتح. قال لهم شفتوا، عشان تسمعوا كلامي، انا اعلم من الله ما لا تعلمون. ورجعوا كلهم راحوا مصر لسيدنا يوسف، واتحققت بقى الرؤية اللي هو حلم بيها سيدنا يوسف في الأول خالص، فاكرينها؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اخواته ال11 سجدوا له، وسيدنا يعقوب وزوجته اللي هي ام سيدنا يوسف سجدوا له. سيدنا يعقوب قال له هذا تأويل رؤياك قد جعلها ربي حقا، الرؤية دي ربنا جعلها حقيقية وتتحقق.
سبحان الله، قصة مليانة عبر وعظة وتسامح، يا ريت احنا نعمل بيها. سامحوني لو في شوية لخبطة كده، يعني ايه عدم ترتيب الكلام، انا لسه في الاول كده يعني ايه بتعلم ان انا احكي قصص والكلام من ده. ويا رب تعجبكم، لو عجبتكم بقى لايك بقى واشتراك في القناة. يلا سلام عليكم.